بيشرفنا وينورنا الدكتور هاني سعيد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا والمحاضر لدى الدورة دي المقام هنا في كلية التربية جامعة طنطا. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا وسهلا. انطلاق الدورة دي هنا في طنطا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم منظمة من قبل الفيفا والكاف. تمام، هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتحاد الكورة بينظم الدورات على مستوى الجمهورية. الدورات طبعا عندنا الدي والسي والبي والاي. حاطين بلان بالنسبة لعملية التنفيذ. طبعا الكابتن علاء نبيل والدكتور جمال محمد علي هم طبعا اللي بيخططوا للدورات دي. دوت طبعا ابروف وموافقة من الاتحاد على الناس اللي هم المدربين اللي هم بياخدوا الدورة. لها مواصفات ولها شروط. المدرب اللي بينطبق عليه الشروط بيبدأ يتقدم بالورق للجنة، واللجنة بتقرر إن هم يتم اختياره. بعد كده بيتعمل له اختبار عملي واختبار شفوي. بعد كده حضرتك بيتم الطالب أو المتدرب بياخد الدورة حوالي 9 أيام، فترة صباحية وفترة مسائية. عدد ساعات طبعا معينة، كل يوم 8 ساعات، بينهم طبعا بريك أو فترة استراحة. بتخليها طبعا العديد من العلوم: التشريح، الفسيولوجي، علم النفس، تربية حركية، مهارات كرة القدم والقانون بتاع اللعبة، ازاي يعمل وحدة تدريبية، ازاي يخطط الأحمال، ازاي ينظمها. بنحط له بس الأساسيات بتاعتها، وبعد كده في محاضرين طبعا مؤهلين للعمل ده. وبناء على كده في اخر الدوره بيتم عمل امتحان عملي وامتحان شفوي وامتحان تحريري للمدربين، وان شاء الله ربنا يوفقهم جميعا باذن الله. كان هنا الدكتور جمال محمد علي بيأكد على الحضور والانصراف والمواعيد والضبط للمتدرب وللمحاضر. طبعا ده حاجه اساسيه. الدوره اصلا اساسها الانتظام والالتزام بالعمل. احنا طبعا الدوره بتبدا بدايه المحاضره بتبدا الساعه 8:30. قبلها بيبقى في بصمه، بياخدوا محاضرتين عملي، وبعدين بياخدوا بريك، وبعد كده بياخدوا المحاضرتين النظري بتاعتهم. احنا الدوره دي الدوره 87 و88 اللي بتنظمها الاتحاد المصري لكره القدم. الدوره مجموعتين طبعا، بسم الله ما شاء الله، عدد حوالي 60 مدرب على مستوى محافظه الغربيه. فعمليه صقل واعداد المدربين لتاهيلهم بحيث ان هم يخرجوا لنا ناشئ متميز في قطاع الناشئين او في القطاعات المختلفه بالنسبه لكره القدم. بيتم التناول في الدورة عملي ونظري. تمام. في عملي، في جزء عملي وفي جزء نظري. الجزء العملي طبعا حاجه تخص بالكوره، مهارات الكوره وازاي يطبقها وازاي يطورها والكلام ده في كله ملعب كلية التربية. في الملعب طبعا. والجزء النظري هنا زي ما حضرتك في القاعه الموجوده بيتم عن طريق العرض بتاع تشويه احدث التقنيات. بيتم العرض من خلالها ويحصل عمليه تفاعل ما بينهم وما بين المتدربين، وان شاء الله بتبقى دوره مثمره باذن الله. الدورة هي تحت إشراف وتنظيم منطقة الغربية لكرة القدم. طبعا تحت اشراف تربيه المنطقه الغربيه لكره القدم، وانا المشرف على الدوره من قبل الاتحاد. شكرا للدكتور هاني سعيد وسعداء بوجود حضرتك معنا تحت دايما. امر حضرتك. شكرا يا دكتور، شكرا.